كان في أب بسيط جدا كل يوم يخرج من الفجر ويرجع بالليل تعبان مهدود زي كل الأبهات، اشتغل أي شغلانة علشان يوفر لقمة عيش لأولاده. أولاده يا جماعة كانوا شايفينه دايما راجع تعبان ومش قادر يقعد معاهم أو يضحك معاهم أو يتكلم معاهم، فافتكروا إنه مش بيحبهم وإنه بخيل عليهم وقاسي جدا. مرت السنين والأولاد كبروا واتعلموا وكل واحد فيهم بقى في مكانة كويسة جدا، بس لحد اللحظة دي كانوا فاكرين أبوهم عمره ما حبهم ولا اهتم بيهم، لحد ما في يوم من الأيام الأب تعب ووقع في المستشفى لحد اما لقى واحد من اولاده ورق قديم وسط حاجات قديمه، ايصالات ديون كان الاب كاتبها على نفسه علشان يكمل تعليمهم، ايصالات تانية علشان يشتري لهم كتابهم ولبسهم. هنا بس يا جماعه عرفوا الحقيقه، ان ابوهم ما كانش قاسي ولا بخيل، بالعكس ده كان بيكسر نفسه وبيتحمل ديون علشان يشوفهم واقفين على رجليهم. يا جماعه ساعات كتير ما بنفهمش ليه اهلنا بيعملوا كده، بنشوفهم قاسيين أو بعيدين عننا، لكن الحقيقة إنهم بيتعبوا وبيضحوا في صمت. الأب مش هقولك أنا بضحي، هو هيضحي ويسكت.